ومن اصدقاء اولياء الامور. احنا في حاجة مهمة قوي نسيناها في قضية ياسين، بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، هقول لكم عليها بعد شوية، بعد ما نعرف انه ازاي الست نهاد قطب اللي قالت انها صديقة ام ياسين وتعرفها كويس جدا، وقالت على نفسها انها صاحبة كل اللي حصل في قضية ياسين، فانها تنشر الموضوع وتتكلم على كل الاحداث اللي حصلت بما فيهم الست اطفال التانيين اللي حصل لهم زي ما حصل لياسين بالظبط. قالت بعد كده انها ما تعرفش ام ياسين اصلا، وكل اللي عملته ده عملته علشان بس تثير الرأي العام وتعرف الناس كلها على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا في انه في حاجة زي كده حصلت وقد كان، واللي هي عايزاه حصل. وجات كمان وقالت حاجة اكبر من كده، ان كل القصة دي كانت من تأليفها ومفيش اي حد حصل له حاجة زي كده، ولا في 6 اطفال حصل لهم زي ياسين، ولا حصل اي موضوع من اللي هي حكيته، وكل الكلام ده كان مجرد قصة مؤلفة منها هي شخصيا، وقالت الكلام ده على لسانها هي. وبعد ما نزلت البوستات ده بفترة قليلة اتوجهت ليها اتهامات كتير جدا، وكل الناس بدأت تدخل وتقول لها ازاي تقولي كلام كذب زي ده، وبدأت توجه لها اتهامات وترفع عليها قضايا كتير. وفعلا بعد شوية صغيرين جدا